تخيل بقرة واحدة ممكن تكون سبب في نهاية العالم وبناء أخطر مبنى ديني مكان المسجد الأقصى، والبعض يفسر إن ظهور المسيح الدجال يبقى موجود قريبا. في الفيديو ده هنفهم القصة بالتفاصيل، فاجهز حلقة النهاردة يلا بينا. في سنة 2022 وبالظبط 15/9 ولاية تكساس في أمريكا ودت لإسرائيل 5 بقرات في طيارة خاصة للبقر. ده يا ريتني كنت بقرة بقى. لا بلاش دي عبقري، هتعرف هيحصل فيهم ايه. وانتقال البقر ده كلف 500,000 دولار، تكلفة فوق العالية طبعا. نقل البقر ده في مكان محدش يعرفه، وكان على البقر ده أعلى مراقبة والدقة عالية. طب ليه يعني؟ ده بقر. قلتلك اهدى شوية هجاوبك. عشان لو حصل حاجة للبقر ده خطتهم هتبوظ. ايه هي خطتهم يعني؟ ما فهمتش. قلتلك اهدى شوية بس هجاوبك برضه ماشي. اليهود ما شاء الله عليهم عارفين انهم ناكسين وعارفين نفسهم يعني، فعايزين بالبقرة دي ان هما يطهروا نفسهم. ازاي؟ هفهمك يا عبقري. عايزين البقرة دي يذبحوها ويحرقوها وياخدوا الرماد يحطوه في مية ويستحموا بالمية دي، وده موجود دينيا عندهم في معتقداتهم في سفر العدد إصحاح رقم 19. كل يهودي لمس شخص عدى من المقابر أو راح مستشفى أو لمس ميت فده يبقى نجس، وأي شخص نجس أو غير طاهر مش هيبني المبنى اللي هو الهيكل مكان المسجد الأقصى. Yeah, I'm more than 25 work in Uvnei Yerushalayim. Yeah. This is Israeli organization that looking for redemption in Judah and Samaria and other places. And one of the big projects that we are working now is the Red Heifer. Yes. And we do it together with the American organization. His name is Boneh Israel. Boneh, which means build. Yes. So we want God build the temple. This is the main goal. And the Red Heifer is a step before the. طب ايه هو الهيكل اصلا؟ الهيكل هو معبد مقدس عند اليهود وموجود المفروض في مكان اسمه جبل الهيكل، والهيكل الاول بناه النبي سليمان عليه السلام قبل 3000 سنة تقريبا. اتدمر سنة 586 قبل الميلاد على يد البابليين، واليهود بنوا الهيكل التاني بس اتدمر برضه على يد الرومان سنة 70 ميلاديا. واليهود عايزين يبنوا الهيكل التالت بفلسطين مكان المسجد الأقصى. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke 3 immortal words. Har Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. بس علشان يبنوا الهيكل الثالث عايزين يتحاربوا مع الروم اللي هم حاليا إيران، وإيران هم أصلا بيتحاربوا معاها دلوقتي. لكن حرب إيران هي ليها سبب آخر برضو غير السبب ده، وقالوا كمان إن ممكن صاروخ من صواريخ إيران وهي بتضرب يجي بالغلط على المسجد الأقصى مثلا، والعرب كلهم يتخانقوا مع بعض والدنيا كلها تبوظ. I don't know, maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. The Israeli leaders, they just want to pass the week. Let us survive this week. They don't think long. طيب المهم ايه اللي هيحصل بعد ما خلاص ذبحوا وخدوا رماد البقرة والليلة دي واتطهروا خلاص وبنوا الهيكل مكان المسجد الأقصى؟ ايه اللي هيحصل؟
كده في معتقداتهم بعد بناء الهيكل هيقدموا القرابين، وكده هيظهر المسيح الدجال وينقذهم عشان هو ناصرهم، او يعجلوا ظهور المسيح الدجال اللي هو ناصرهم، فعايزين يخلوا المكان كله يهودي ويسيطروا على العالم. ونظرة الاسلام عندنا اللي هو المسيح الدجال اللي هو الكافر اللي ربنا حذرنا منه، اللي هي اعظم فتنة في التاريخ. ويوم القيامة او نهاية العالم هتبدأ عند ظهور المسيح الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام. وقبل ما تشوف اي فيديو مرعب عن يوم القيامة او نهاية العالم، اسأل نفسك هل ده نص حقيقي في الاسلام او في اي ديانة، ولا ده تفسير على النت وخلاص. ولو حابب نفك اي اسرار تانية اكتب لنا في التعليقات. بس كده يا عبقري، ما تنساش خليك فهمان. سلام.